الجوانب القتالية واحترام حقوق الإنسان. إحكام السيطرة وقطع الطريق أمام أي عمل تخريبي من العابثين بأمن العراق هي نجاحات حققتها شرطة واسط، وبهدف تطوير قدرات وقابليات منتسبيها خضعت الأفواج إلى دورات تدريبية مكثفة تلقوا فيها دروسا في فنون القتال وحقوق الإنسان، لتكون هذه الأفواج الدرع الحصين لحماية أمن واستقرار المحافظة من خلال الاستعراض العسكري للأفواج. وزارة الداخلية أطلقت هذا العام هو عام الضبط والقيادة والجهوزية التامة. محافظة واسط وقيادة شرطة محافظة واسط كانت أول الملبين لهذا النداء بهذا الاستعراض الكبير الذي مثل كل القيادات سواء كانت المدرعة والآلية وكل المهمات والشغب والقوات الخاصة في محافظة واسط، كان لها دور كبير في استتباب الأمن والاستقرار في المحافظة. هذا دليل على أن التدريب قد أعطى ثماره، واليوم رفع القدرات القتالية للقوات الأمنية من الدفاع والداخلية يساهم جدا في تقليص فترة الحرب مع داعش هذا التنظيم الإرهابي. منظومة متكاملة بكافة مفاصلها، والتي اعتمدت في عملها استخدام التقنيات المتطورة وتبني وسائل وتكتيكات تدريبية ودورات لبناء جهاز أمني فعال، فهي تؤكد على كفاءة جميع صنوف الأجهزة الأمنية وقدرتها على مسك الأرض وحماية الأرواح والممتلكات. ضمن هذا المنهج دروس في الإعداد البدني واللياقة البدنية والتدريب على كافة صنوف الأسلحة المتوفرة لدى قيادة الشرطة. الحمد لله اليوم كان يوم تخرج بعد 40 يوم، وإن شاء الله نكون جنود أوفياء لمحافظة واسط وللعراق الحبيب. سواعد وقفت بوجه الأعداء والتنظيمات الإرهابية، سطرت أعظم الملاحم البطولية في مقارعة الإرهاب، محققة النصر تلو الآخر، رسموا روح الإصرار والتحدي لكل من تسول له نفسه التفكير في زعزعة الأمن والاستقرار في البلد. من محافظة واسط ابتسام الصافي، العراقية نيوز. أدى انفجار